ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الجيلي القمر ده، وبالتماسك الحلو اللي انتم شايفينه ده. كل الاسرار بتاعته بطرق كلها، بصوا مفيش اسهل من كده. وكمان برضو هنعمل الايس كريم القمر ده بطريقة سهلة برضو. يلا بقى بنشوف مقادير الجيلي مع بعض. اول حاجة عندي، انا استخدمت الجيلي النهارده بتاع دريم بالفراولة. هفرغ بقى هنا، افتحه وابدا اطلع الكيس بتاعه من جوه بالشكل ده. بطلع الكيس وهفتحه حالا معاكم وهقول لكم طريقة التحضير بتاعه. طبعا اي نوع جيلي انت هتستخدميه بيبقى مكتوب طريقة التحضير على العلبة من ورا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني هنا دريم زي ما انتم شايفين. انا هفتح الكيس بتاعه وهبدأ افرغ كل المحتويات اللي موجودة في الكيس. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوا جيلي بالفراولة، بالمشمش، بالكريز، في اطعم كتير طبعا. يعني تقدروا ان انتوا تعملوها، اعملوا اللي انتوا بتحبوه. هنا بقى طريقة التحضير كانت مكتوبة ورا ان هي بتاخد كوباية وربع، كوباية وربع من المية زي ما انتم شايفين مية. يبقى الكيس الواحد خد كوباية وربع من المية. تمام زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الربع اهو التاني، وهفتح برضو الكيس التاني لان انا هعمل علبتين من الجيلي عشان انا عاوزة كمية كبيرة طبعا زي ما انتم شايفين. وطبعا لازم ان احنا نمشي بالخطوات بتاعه المكتوبة على ظهر العلبة بالظبط عشان الجيلي يبقى ناجح معانا ومظبوط ومتماسك وقوامه حلو قوي. هنا بقى برضو فتحت الكيس التاني اهو زي ما انتم شايفين وحطيته برضو. هجيب برضو تاني كوباية وربع من المية، ادي الكوباية، وهنزل حالا الربع اهو، وادي الربع التاني بتاع المية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هديهم بقى تقليبة كده على البارد قبل ما برفعهم على النار زي ما انتم شايفين، عشان بتأكد ان المكونات بتاعة الجيلي دابت كويس قوي مع المية. بعد ما اقلبها بقى بضيف 3 معالق كبار كده من السكر، وعادي سكر عادي مش لازم يبقى مطحون. انا حطيت عادي اهو سكر عادي، حطيت 3 معالق كده من السكر او 4 معالق. تمام. طبعا معالق كبيرة من معالق الاكل عشان يطلع معانا مظبوط. وبرضو بقليها تقليبة برضو كده وهي على البارد قبل ما برفعها على النار بالشكل ده اهو لحد ما بلاقيها كلها كده دابت مع بعض. بعد كده برفعها بقى على النار. طبعا ببقى مهديه النار من تحتها وبرفعها على النار كده وبقلب بقى. بفضل اقلب فيها كده تقليب مستمر لحد ما بتوصل للقوام اللي احنا عاوزينه والقوام اللي هو المفروض الجيلي بيوصل ليه. طبعا هي يعني بتسيبيها بتغلي غلوتين او اول غلوة بس، وبعد كده بتشيليها من على النار. هنا بقى بعد ما خلاص كده الجيلي معايا جهز، استنيت بقى لحد ما يبرد عشان اصبه في الاطباق اللي عندي. وبدأت بقى ان انا اصبه كده اهو زي ما انتم شايفين في الاطباق اللي عندي. طبعا بصوا حلو قوي وسهل جدا، وطريقته طبعا جميلة قوي 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 زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. بدأت بقى اصب كل الاطباق اللي كانت موجودة عندي بالشكل ده، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا عملت لي كمية حلوة جدا. ونقدر بقى ان احنا نحط في الجيلي ده اي حاجة، اي فاكهة عندنا، موز، تفاح، اي حاجة. او نقدر طبعا ان احنا نسيبها سادة كده برضو بتبقى حلوة. بدأت بقى ان انا اصب كل الكمية اللي عندي كده في الاطباق، وطبعا بدخلها بعد كده على طول التلاجة. تمام بالشكل ده، بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. انا بصب اهو كل الكميه اللي عندي. وهنا انا كنت خلاص خلصت كل الكميه. هدخلها بقى التلاجة كده، بتاخد في التلاجة ساعه او ساعتين وبتطلع بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، متماسكه
وطبعا بصوا طعمها كان حلو قوي ومتماسك ومش سايل ولا بيفك معاكي ولا اي حاجة، طبعا زي ما انتم شايفين كده. بصوا تحفة يعني ومظبوط جدا، جربوه. هنعمل بقى كمان الايس كريم السهل ده، يعني حاجة كده لزوم الصيف ومش هقولكم حكاية. عندي برضو هنا الايس كريم من دريم او من اي نوع انتوا بتحبوه، وبرضو بيبقى موجود في الجنب التاني طريقة التحضير بتاعته زي ما انتم شايفين كده. بجيب بقى البولة، ببدأ ان انا افدي فيها محتويات الكيس بتاع دريم او بتاعه الايس كريم اللي عندي. وبرده في انواع كتير للايس كريم، في فانيليا وفي شوكولاته وفي يعني اطعم كتير وفراوله، في اطعم كتير واللي انتوا بتحبوه برضو اعملوه. انا النهارده كنت حابه اعمل الفانيليا اهو. فتحت بقى الكيس بالشكل ده، وبرضه هحط كل المحتويات بتاعته في الطبق اللي عندي. طبعا يعني بصوا سهولة وطعمه كان حلو قوي، بدون طبعا كريم شانتيه وبدون لبن بودرة، يعني اسهل طريقة ممكنة. بفضي بقى هنا محتويات اهو الكيس اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا بيكون مكتوب على ظهر العلبة طريقة التحضير بتاعتها، وكان مكتوب ان احنا هنضيف لها كوباية من اللبن المتلج او اللبن الساقع يعني. فهنزل عليها بكوباية من اللبن، وهبدأ اضربها بالمضرب الكهربائي، وتقدروا ان انتوا تضربوها بالمضرب عادي اليدوي بس هيطول معاكم شوية، فالمضرب الكهربائي كان اسرع. وبرضو تقدروا تضربوها في الخلاط. انا هنا ضربتها صراحة بالمضرب الكهربائي اهو. هوريكم لحد ما بتوصل للشكل اللي انتوا حاليا هتشوفوه. يعني هي مبتاخدش خالص غير 5 دقايق بس في الضرب، والضرب المستمر طبعا على سرعة عالية. تمام زي ما انتوا شايفين كده. واحدة واحدة طبعا القوام بيتقل. تمام كده. بقعد اضرب فيها بقى بالشكل ده لحد ما القوام بتاعها بيتقل اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا القوام بتاعها بيتضاعف. مش بتاخد يعني وقت طويل خالص في الضرب. وهنا كان خلاص كده هو يعتبر اتضرب معايا كده كده قوامه مظبوط اهو زي ما انتم شايفين كده. ده كده القوام بتاعه مظبوط تقل اهوت وبقى حلو قوي. بجيب بقى علبة نضيفة وببدأ ان انا افضي فيها الايس كريم اللي انا عملته ده، وبدخلها الفريزر. هي مش بتاخد يعني وقت في الفريزر، ممكن عادي نسيبها 5 ساعات وبتكون طلعت بتكون جهزت. اهو كده انا حطيت كل الكمية اللي كانت عندي زي ما انتم شايفين. وهغطي العلبة بقى وهدخلها الفريزر لحد ما تجمد. وده شكلها بقى بعد ما بتكون جمدت، وبتكون كده عملنا النهاردة احلى ايس كريم واحلى جيلي. يعني ما كلفتناش حاجة وما خدتش مننا وقت ابدا، طريقتها سهلة. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناة.